السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض القرص الفلاحي اللي بالعجوه. هنقول كده بسم الله، وهنجيب معانا كوبايتين من اللبن الدافي، ومعانا 4 معالق من السكر، وبننزل عليهم باللبن كده وبندوبهم كويس جدا. وبعدين بنركنهم على جنب، وبعد كده بنجيب كيلو من الدقيق زي ما انت شايفه كده، بننزل عليهم بمعلقه كبيره من الخميره، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وشعره من الملح. وبنقلب كل المكونات الجافة دي كده كلها مع بعضها، وبنكون مسيحين 400 جرام من السمنة. عايزة اقولك ممكن تستبدلي السمنة دي بنص سمنة ونص زيت، يعني ممكن تحطي 200 جرام سمنة و200 جرام زيت. دي حاجة يعني بترجع لك، هتطلع لك برضو القرص جميلة جدا، مفيهاش اي مشكلة خالص. وبعد كده بنبدأ كده نبس فيها كده. عايزة اقولك بصي، كانت ريحتها جايبة اخر المكان، حلوة جدا جدا. وعايزة اقولك بقى، ولا بتحطي سمسم ولا بتحطي ريحة كحك ولا اي حاجة خالص، هي المكونات دي بس، وبتطلع لك احلى قرص بالعجوة. بجد طعمها حلو جدا جدا، وخفيفة وهشة خالص. بعد كده بننزل عليها بكوبايتين اللبن اللي احنا كنا دوبنا فيهم 4 معالق من السكر. خليكي فاكرة المكونات كويس جدا، انا هكتب لك كل المكونات بالجرامات، هكتبها لك تحت الفيديو. طبعا بننزل باللبن كده واحدة واحدة لحد ما نحس ان خلاص العجينة بدأت معانا تبقى طرية ولينة خالص، ونقدر ان احنا نشكلها زي ما انت شايفة كده. ما بننزلش باللبن كله مرة واحدة يا جماعة، علشان العجينة ما تبص مننا. عودي نفسك على الخطوة دي. بعد كده بقى بصي العجينة عاملة ازاي، والله العجينة كانت تحفة، عايزة تتاكل كده لوحدها من قبل ما تستوي، من كمية ناعمة جدا وطرية قوي، ملمسها حلو جدا، وتحسي انها كده طرية جدا جدا. هنسيبها ترتاح قيمة مثلا ربع ساعة، وهنغطيها كده بكيسة من البلاستيك، وهنبدأ بقى نعمل العجوة. العجوة دي يا جماعة انا بفصصها، وبجيب معلقتين كده من السمنة، وبفضل ادعكها كده لحد ما تبقى طرية خالص زي ما انت شايفة كده. وببدأ اكورها بقى الكور اللي انت شايفاها دي. عايزة تجيبيها ناعمة جاهزة من المحل، مفيش مشكلة خالص، بتجيبيها وبرضه تحطي عليها معلقتين من السمنة، بتبدأي برضو تدعكيها وتكوريها كده. خلاص العجينة هنا كانت ارتاحت كده وبدأت تخمر شوية. طبعا انا مش بستنى لحد ما تخمر خالص، انا بسيبها قيمة من ربع ساعة لنص ساعة كده، بس ايه، تستريح شوية. وبعد كده طبعا بجيبها بقى وببدأ اقطعها زي ما انت شايفة كده. طبعا انا باخد مقدار القرصة كده بتبقى كبيرة، يعني انا عايزاها قرصة كده فلاحي حلوة كده، تبقى كبيرة وحلوة تشبع يعني. ببدأ طبعا آه، اقرصها كده القرص كده زي ما انت شايفاها، وابدأ اركنها على الرخامة كده او على اي صينية او حاجة، عشان برضو لسه هنريحها برضو كمان شوية، يعني حسبة مثلا 10 دقايق ربع ساعة بنسيبها برضو ترتاح عشان نقدر نشكلها بعد كده. طبعا خلاص انا عملت كل الكمية، وغطيتها برضو بالكيس كده عشان ترتاح برضو قيمة برضو 10 دقايق. وبعد كده خلاص كانت ارتاحت. بجيب بقى كده القرصة اللي انا قرصتها، وبحط فيها العجوة زي ما انت شايفة كده. صلوا على النبي يا جماعة، عليه افضل الصلاة والسلام. واللي مشتركش في القناة ده طبعا فضلا وليس امرا، يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. ويا رب يا رب كده الفيديوهات اللي احنا بنقدمها تكون بتعجبكم، وتكونوا بتستفادوا منها كمان. طبعا القرص دي عايزه اقولك طريقتها سهله وبسيطه خالص، ومش مكلفه خالص يا جماعه. يعني انت لو عندك دقيق ولبن وسمنه، خلاص كده هتقومي تعملي احلى قرص بجد لولادك للفطار. حلوه جدا، طعمها كمان حلو جدا. هنا انا طبعا آه، كنت بعملها معاكم. عايزه اقولك انها ما بتاخدش وقت كمان، يعني الوقت ما بتاخدش وقت خالص. تعمليها وانتي واقفه كده على الرخامه كده، مش هتاخد في ايدك ربع ساعه، تلت ساعه بالكتير. هنا طبعا زي ما انت شايفه كده انا بعمل كام واحده قدامك عشان تشوفي الطريقه سهله جدا. طبعا بتجيبيها وبتقفليها كويس قوي، وبتبداي تكوريها تاني، وبتبططيها كده تبطيطه خفيفه خالص
ما بترققيهاش قوي عشان ما تنشفش معاكي في التسويه. لا، احنا عايزينها تبقى يعني بخيرها كده، تبقى القرصه كده حلوه يعني، ماليه العين كده وحلو. زي ما انت شايفه كده احنا بناخدها تبطيطه خفيفه خالص اهو. وبعد كده خلاص بنحطها بقى في الصاج. الصاج يا جماعه ما بنبقاش دهنينه حاجه خالص، يعني الصاج ما بنبقاش دهنينه حاجه، بنحطها على طول في الصاج. طبعا بتكوني انتي مسخنه الفرن، لازم يبقى الفرن سخن جدا قبل ما تدخلي فيه الصاج او الصينيه بتاعتك. آه وبتسيب طبعا بعد ما بنحطها على الصاج، بنسيبها برضو ترتاح برضو 10 دقايق. ميزة ان انتي بتسيبيها 10 دقايق ترتاح على الصاج دي، عشان يعني تبقى كمان لما بتستوى بتبقى حلوة، تبقى من جوه كده تحسي ان هي يعني مخرشفة كده، ومش مش مكلتمة ولا حاجة. لا، ان انتي بتريحي العجين من وقت للتاني ده بيبقى حلو كمان بعد كده لما تيجي تسويه. ولما بتيجي كمان تاكليه القرصاية كده تبقى دايبة كده، ما تبقاش مكتمة كده. هنا اهو طبعا انا بتكلم معاكم لان انا بجد يعني حاسه ان الحوار كان سهل وبسيط خالص، فانا قلت اعملهم معاكم يعني ما اقطعش من الفيديو. زي ما انت شايفه كده اهو، سهله خالص، الطريقه سهله خالص يا جماعه. هنا خلاص كده احنا كنا خلصنا كل الكميه وحطيناها طبعا في السجات بتاعتها. هنا بقى بنعمل خطوه حلوه قوي. بتفتحي كده، بتشقي كده العجين من فوق شقة بسيطة كده يعني، لو بسكينة ماشي، لو بقطعه ماشي، مفيش اي مشكلة خالص. انا كده كنت جايبة الشيالة بتاعت المكرونة البشاميل، وزغدت كده، بتزغدي العجين كده، ممكن تعملي بشوكة. المهم ان انتي بتعملوا تفريغة كده علشان القرصة ما تبقاش مكتومة في التسوية، زي ما انت شايفة كده. وبتدي كمان شكل حلو للقرصة، يعني انتي كمان لما هتشوفيها دلوقتي لما هتستوي بيبقى شكلها كمان حلو قوي في التسوية كمان، ما بتبقاش شكلها سادة كده. طبعا هنا احنا كنا سويناها. عايزة اقولك التسوية يا جماعة بتشغلي من تحت، وبتبقى النار وسط، ما بتبقاش ولا واطية ولا عالية، بتبقى النار وسط. ولما تحسي ان هي خلاص كده بدأت تاخد لون من تحت، بتبدأي تشغلي عليها الشواية من فوق عشان تديكي اللون الجميل ده وتكمل سواها كمان. عايزه اقولك كان طعمها حلو جدا ومستويه جدا. وبصي ريحتها كانت، والله ريحتها كانت جايبه اخر المكان، حاجه كده القرص بتاعت زمان كده الفلاحي الجميله البيتي دي، حلوه قوي.